السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الصف الثاني الاعدادي؟ معكم مس اسماء سمير، مدرسة الدراسات الاجتماعية. ان شاء الله النهاردة هنعمل ريفيو صغير كده مع بعض عن كتاب الامتحان لمادة الدراسات. الكتاب دلوقتي جاي معاه كام جزء؟ جاي 4 اجزاء. الجزء الاول اللي هو كتاب الشرح وهنتكلم عنه دلوقتي. اول حاجة خالص ده شكل الغلاف من بره. ندخل بقى على طول على التفاصيل والمميزات، لكن قبل ما ادخل على اي حاجة صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدرس الاول بقى بيتكلم عن ايه؟ هنشوف شكله ومميزاته. اول حاجه خالص عندنا الدرس الاول ده شكله اسمه موقع ومظاهر سطح قارتي اسيا واوروبا. تمام. اول حاجه الصفحه الاولى ايه قدامك كده واضحه. اول حاجه الالوان ما شاء الله جميله واضحه، الخريطه سهله جدا وبسيطه، عندك الشرح ما شاء الله كويس. تمام. هنكمل برضو مع بعض ونشوف الايه بقيه الدرس. ده نفس الفكره قدامك، خرايط برضو كتير اهيت والوان واضحه، الاسئله ايه مبسطه مفيش اي تعقيد. نفس الفكره برضو هنا. ده شكل الدرس ايه التاني. طبعا عامل لك على كل جزئيه سؤال بتفسر اسئله طبعا من النتائج وهكذا. نفس الفكره برضو عامل لك هنا كده سؤال متفسر ودي اجابته. على كل جزئيه بيحط لك سؤال ايه المهم. بعد ما بيشرح الجزء بيعمل لك زي نظام تدريب كده، يعني تطبيق تطبق بيه على الجزء اللي اتشرح عشان تشوف مستواك وتقيم نفسك. تمام. ده شكل ايه التطبيق اللي بيتعمل او التدريب اللي بيتعمل بعد كل جزء بيتشرح. بعد كده بقى مكمل لك الدرس عادي وعامل لك برضو الخريطه والشرح بتاعه. فانا شايفه ان ما شاء الله مفيش تعقيد في الشرح. الشرح منظم مبسط، الوان حلوه، الوان 3D، الورقه جميله. فانا شايفه ان هو في حاجات كتير جدا حلوه. تمام. نفس الشكل كده عامل لك برضو متفسر وكل جزئيه مهمه بيحط لك عليها سؤال. وهنا في الصفحه دي كان عامل لك سؤال من النتائج، فهو جايب لك كل الاسئله المهمه وموزعها لك على الدرس. ده شكل ايه الدرس الاول. وبعد ما شرح الجزء ده برضو عمل لك نظام ايه تدريب برضو تطبق عليه، ونفس الفكره كده تحل الايه على الاسئله او على الجزء عفوا تحل على الجزء اللي هو ايه شرحه لك، فهتطبق عليه هنا عشان تقيم مستواك. دي نفس الفكره. ده شكل ايه جايب لك خريطه كبيره كده شامله كل النقاط الايه المهمه اللي موجوده على الخريطه. هنا بقى عامل لك جدول ومقارنات بين كل الجبال والسهول وهكذا. ده شكل ايه الدرس الاول. مش عايز اطول عليكم ماشي خاطر الفيديو مبقاش طويل. تمام. ده نفس الفكره كده. طيب بعد كده برضو عامل لك تطبيق نفس الفكره تدريب، يعني بتطبق عليه عشان تشوف ايه مستواك وتقيم نفسك. طيب ندخل بقى بايه في الجزء اللي بعد كده. عامل لك هنا ملخص للدرس، اهم النقاط، جمع لك اهم النقاط اللي في الدرس كلها وجمعها لك كلها في صفحه واحده. تمام. هنا بقى عمل لك حاجه حلوه جدا، اسئله كتاب الامتحان. جاب لك بقى اول جزئين هو شرحهم وعمل لك عليهم بنك اسئله. يعني هو قسم لك الدرس كله على مرتين. اول حاجه قال لك انا شرحت المساحه وموقع الفلك والجغرافي، فجاء عامل لك عليه ايه بنك اسئله. وبعد كده يعني الاسئله كمان منوعه، شامله اسئله تقييمات وكتاب الوزاره، اسئله امتحانات السنين السابقه، يعني قدامك زي الايه الاسكندريه والتقهليه وهكذا. كل دي اسئله جت امتحانات السنين السابقه. بنك أسئلة متنوعة طبعا، صح وغلط واختر وأكمل وما تفسر وما النتائج. ما شاء الله مفيش أي تقصير ومفيش أي تعقيد، أسئلة مبسطة وشرح مبسط ومنظم، ألوان حلوة. جه هنا بقى في الجزء ده عمل لك إيه بقى؟ جاب لك الجزء التاني اللي هو شرح اللي هو مظاهر سطح قارتي اسيا واوروبا، وجا عامل لك عليها اسئله تاني من اول وجديد. يعني ما كملش على الاسئله القديمه، لا ده عمل لك اسئله تاني بدا من اول وجديد، وعمل لك خريطه على الجزء ده باسئله كتير جدا، يعني بنك اسئله ما شاء الله. نفس الفكره كده متنوعه واكمل واختر وما النتائج وما شاء الله حلو جدا. ده بالنسبه للدرس الايه الاول وشكل الاسئله عليه. ده اسئله للتميز. في الاخر جاب لك اسئله كتاب المدرسه عشان تحلها مع ايه ولي امرك او مع المدرس في الدرس او في البيت، بحيث لما تروح المدرسه تبقى انت ايه عارف الاسئله وانت حايلها قبل كده، فعندك فكره عن الاسئله دي. فما شاء الله انا شايفه ان هو كويس جدا مفيش اي تقصير. في الاخر كده عمل لك امتحان على الدرس اللي لسه شارحينه اللي هو الدرس الاول، يعني عشان تقيم مستواك وتشوف نفسك. ده ايه الشكل بتاع الامتحان ايه على الدرس ايه الاول. طبعا بقى ايه كل الدروس اللي جايه دي نفس ايه نفس الفكره، يعني كل ده نفس الفكره اللي انا وريتها لك دلوقتي. ده بالنسبه للجزء ايه الاول. بعد كده بقى هنتكلم عن الجزء ايه التاني اللي هو جزء المراجعه. كتاب المراجعه ده شكله. طيب كتاب المراجعه ده عباره عن ايه هنشوف مع بعض. اول حاجه جايب لك التقييمات الاسبوعيه واللي هو الاختبار الاسبوعي والاختبار الشهري. كل دي تقييمات واختبارات على الشهور بقى. كل دي اختبارات وتقييمات.
تمام. بعد كده بقى عمل ايه؟ جايب لك بنك اسئله على الوحده الاولى كلها شامله خرايط بقى وصح وغلط وما النتائج وهكذا. تمام اهو بنك اسئله علشان تطبق وتحل براحتك، عشان الحل بيثبت المعلومه. الحل بيثبت المعلومه. شرح من غير حل مش هيثبت لك المعلومه، شرح ومذاكره من غير حل مش هيثبت المعلومه. ده نصيحه مني لكل طالب وكل طالبه بتسمعني دلوقتي. تذاكري وسمعت المدرس شرح لك وفهمتي، يبقى لازم تطبقي، لازم تحلي. الحل ده اللي بيثبت المعلومه، مش الشرح فقط ولا المذاكره فقط، هما التلاته بيكملوا بعض. تمام. ده بنك اسئله شامل كل حاجه. طيب بعد كده عمل لك ايه بقى؟ عامل لك جايب لك في الاخر كده خالص امتحانات السنين السابقه. جمع لك كل امتحانات المحافظات السنين السابقه وجابها لك بالشكل ده كده. كذا محافظه بقى. دي محافظه القاهره هي الاولى، نفس الشكل كده واضحه قدامكم، نفس الشكل كده. عندك ايه باقي الاختبار او باقي الايه المحافظه. ما شاء الله ما فيش اي ايه تقصير خالص. نجمع لك كل حاجه. كل دي ايه محافظات سنين ايه السابقه. طب كم محافظه بقى على كده؟ 15 محافظه. 15 ايه محافظه. في اخر الكتاب كده جايب لك اجابات، اللي هي اجابات اسئله كتاب الشرح، اللي هي الاجابات بتاعت كل الاسئله اللي انت هتقابلك في كتاب الشرح كلها مجابه هنا. طب ليه هو عمل كده؟ عشان اي مدرس مش بيروح درس، مامته بتذاكر له في البيت، ولي امره بيذاكر له، فلما يحل سؤال او كده وعايز يتاكد من اجابته فيرجع للاجابات دي ويشوف هو حل صح ولا ايه غلط. ده بالنسبه للجزء ايه التاني لكتاب الامتحان. تالت جزء بقى وهي المفكره الصغنونه دي. تمام. المفكره دي جمع لك ايه بقى؟ جمع لك اهم النقاط اللي في الدرس الاول كلها. طيب ايه تاني؟ اهم التعريفات واهم المقارنات وكل الاسئله المهمه جمعتها لك هنا. اهم اسئله بمتفسر جمعتها لك في صفحه واحده، وما النتائج في صفحه واحده، وهكذا بقى. وخرايط كمان حطها لك كلها ورا بعضها. طبعا هو عامل كده على كل الدروس، يعني كل ده دروس عليها ايه مراجعات وعليها اسئله وعليها ايه ما النتائج ومقارنات، يعني مجمع لك على كل درس اهم النقاط. ده بالنسبه للمفكره ايه الجزء الثالث. طيب بالنسبه بقى للجزء الرابع اللي هي اطلس، اللي هي ايه عباره عن ايه؟ عباره عن خرائط. طبعا جمع لك اهم الخرائط اللي في المنهج وحطها لك في ايه في خريطه كبيره زي دي كده، ولكن انا مش هقدر ان انا افتحها لانها كبيره، فمش هتاخد الكاميرا كلها. يعني هي قدامك اهي، انا مش هقدر ان انا افتحها اكتر من كده لان هي اكبر من كده، فالتليفون مش هيجيبها، الشاشه مش هتجيب الطول بتاعها. لكن هو ما شاء الله ما فيش اي تقصير، الكتاب ممتاز جدا. ده رايي في كتاب الامتحان. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لغايه هنا تكتب لي رايك في التعليقات، انت هتشتغل بكتاب ايه. ولو استفدت مني اعمل لي لايك واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وانتظروني فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.